يلا نحضر فطار. النهاردة هنعمل فطار سهل وسريع جدا جدا، كمان ينفع للعشاء لو محتارة في العشاء. يلا نحضر اسهل فطار في الدنيا. نسمي الله ونصلي على الحبيب. متنسوش لايك واشتراك في القناة ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. واللي اول مرة يشوف قناتي، انا اسمي سماع عمر. اول حاجة كده جبت 2 بيضة، ممكن تزودي براحتك. جبت حباية طماطماية كبيرة او 2 متوسطين. وجبت كده 3 قرون او 4 قرون حامي على بارد، لو مش حابة الحامي ممكن بارد. جبت كده يعني حوالي معلقتين كده من البقدونس، يعني عودين 3 كده من الحزمة. وهجيب كمان حوالي 3 معالق من الدقيق. وهظبط كده فلفل اسمر، كمون. تمام. هحط الملح بتاعي، مش هحط غير فلفل اسمر وكمون والملح بتاعي. تمام. هبدأ بقى اقلب المقادير بتاعتي دي كده، المكونات. حاجة مفيش اسرع من كده ولا اسهل من كده فطار، وكمان تغيير. هقلب كده المكونات، لو احتجت ميه هحط، ما احتجتش ميه مفيش اي مشكله. هو كويس كده، بس انا قلت احط معلقتين 2 ميه. هما معلقه او معلقتين عشان تكون طريه شويه. تمام. بتكتريش ميه، هتشوفي دلوقتي. شايفين؟ حوالي معلقتين ميه او معلقه كمان. انا عايزه السمك بتاعه ده كده كويس. هجيب بقى طاسه على النار تكون سخنه جدا، هحط فيها معلقه كده من الزبده. وهنبدأ نعمل فطار سهل وسريع. محتارة في الفطار وكمان تغيير. تمام. هنسيب السمنة او الزبدة بتاعتي تسخن كويس جدا. بنزل بقى بتاعي بالفطار السهل والسريع ده، وهفرده بقى معانا كده، وهسيبه يستوي معانا كويس جدا بالشكل ده. اول ما يبدأ يستوي وياخد لون معايا من تحت، ببدأ اقلب الفطار بتاعي ده. ممكن تسميه اومليت، ممكن تسميه بيتزا، تسميه زي ما تسميه براحتك. انا عن نفسي سميته عجة. حلو جدا جدا وسريع وسهل، وكان طعمه رهيب. جربيه، حلو قوي قوي. وكمان ولادك هيحبوه وهيحبوا البيض. لو اللي ما بيحبش البيض هياكله في الخلطة بتاعتي دي. محتاج ايه بقى جنبه؟ محتاج بقى عيش بلدي كده حلو. وهجيب جنبيه كمان، هاكل جنبيه شوية ليمون مخلل من اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. وهتفطري احلى فطار سهل وسريع. لو عجبكم الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويعمل لي لايك. السلام عليكم.